بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا مع بعض نعمل وصفة اقتصادية وننسى الفراخ واللحوم شوية كده ونركز في وصفات الفراخ. عندي حزمتين سبانخ غسلتهم ونقعتهم في مية بخل وبدأت ان انا اقطعهم. تعالوا مع بعض نعمل عجينة سهلة جدا وبسيطة. معلقة من الخميرة ومعلقتين من السكر، معلقة كبيرة كده ممسوحة من الخميرة ومعلقتين سكر ونص كوباية مية دافية. هدوبهم مع بعض بالشكل دوت وهغطيهم واحطها في مكان دافي او اغطيهم عشان خاطر الخميرة تشتغل وتتفاعل. ده لو انا كنت شاكة في نوع الخميرة. تمام. بعد كده عندي نص كيلو من الدقيق، هنخلهم كويس جدا مرتين عشان ادخل فيهم هواء، وانزل بكيس لبن بودرة او معلقتين من اللبن البودرة وتقدري تستغني عنه، ورشة ملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر بتدي خفة كده وهشاشة للعجينة. عندي الخميرة ما شاء الله اشتغلت بقى زي الفل. بدأت ان اضيفها على الدقيق مع علبة زبادي صغيرة، وهبدأ اقلب كل الكلام دوت مع بعضه بالشكل دوت بمعلقة خشب. بعد كده هشيل المعلقة وابدأ ان انا اعجن بايديا، وهضيف كمان نص كوباية من الزيت. تقدري تضيفي زيت زيتون او زيت عادي خالص، انا استخدمت زيت نباتي عادي، ما استخدمتش زيت زيتون. وهبدأ اعجن في العجينة كويس جدا جدا، وابدأ بقى احضر في الحشوة بتاعتي. عندي بصلاية 3-4 فصوص ثوم قطعتهم رفيع بالشكل دوت. تمام. وعندي كمان فلفل احمر اصفر اخضر المتوفر عندي تجيبيه وقطعيه مكعبات. خدت الحشوه دي شوحتها كلها كده مع بعضها، البصل مع الثوم مع السبانخ مع الفلفل على النار. للاسف المقطع ده محذوف عندي، ف يعني هو طريقه سهله وبسيطه. شوحنا كل الخضار وضفنا عليهم شويه ملح وفلفل بس. تقدري تضيفي فراخ، تضيفي لحمه مفرومه براحتك خالص، بس احنا عملنا الوصفة دي بدون لحوم وبدون دجاج خالص. الخميرة ما شاء الله العجينة اتخمرت وبقت زي الفل. جبت جبنة فيتا مع الحشوة بتاعتي اللي انا جهزتها، وبدأت ان ارش شوية دقيق على السطح اللي انا هفرد عليه، وخدت قطعة من العجينة كده كورتها وبدأت ان انا افردها بسمك وسط، لا هو رفيع ولا هو تخين، بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. متنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب لو اول مره تزوروا القناه. فردت العجينه كده، وعندي قطاعه بقى مدوره بكوبايه. ببدا ان انا اقسم العجينه كده لقطع او لدواير بالشكل ده. عندي بقى هنا طبعا بشيل القطعه اللي هي الزياده دي، وببدا اعجنها او المها من تاني وافردها برضو واستخدمها تاني. حطيت بقى معلقه صغيره كده من الحشوه مع حته جبنه. تقدري تستخدمي اي نوع جبنه، موتزاريلا، شيدر، اسطنبولي، اي نوع متوفر عندك. وبدات ان انا اقفل بقى العجينه بتاعتي كده على شكل مثلث. باخد طرفين من العجينه توصل لتلت الدايره، وابدا اقفلهم على بعض والم الاطراف برضو التانية واقفلها بالشكل دوت. وبخلص الكمية اللي موجودة معايا بنفس الطريقة وبنفس الشكل. عايزة اقول لكم طعمها في منتهى الجمال ولذيذة واقتصادية، تنفع للفطار، تنفع للعشاء، تنفع للغدا. جميلة جدا ولذيذة جدا ومغذية. وزي ما قلت لك انت حرة في اختيار الحشوة، يعني ممكن تضيفي لحمة، ممكن تضيفي اي نوع خضار، ممكن تضيفي شوية جزر، شوية بسلة، اي نوع خضار مع السبانخ. بحطها بقى على صينيه كده مدهونه بالزيت، وبدهن وش الفطاير بالحليب او باللبن او لبن على بيض، وبوزع شويه سمسم وحبه البركه على الوش. وما بتاخدش 10 دقايق في فرن ساخن جدا. بعد ما بتخرج بتغطيها على طول، بتطلع طريه وهشه وجميله وخفيفه، والولاد بيحبوها، بتخلص في ثواني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ونشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. لو حابين تشوفوا الفيديو كامل بطريقة الحشو زي ما عملتها بالظبط، في فيديو كامل في القناة، انزلوا تحت هتلاقوه، وهنزل لكم اللينك في صندوق الوصف. يلا سلام.